هي الدومينو اللي انا بعملها للزينة ولا ينفع نلعب بيها؟ هلوز، انا سناء وده اليوم ال 22 من تحدي 30 days challenge. السؤال ده بيوصل لي كتير جدا من الناس لما تطلب مني الدومينو. في ناس بتفتكر انها مجرد شكل حلو او قطعة ديكور وخلاص، بس الحقيقة العكس تماما. اغلب الناس اللي طلبوا مني الدومينو بيلعبوا بيها فعلا يا جماعة، وعلى فكرة ناس قليلة جدا هي اللي طلبتها للزينة بس. وعايزة اقول لكم من ساعة ما بدأت اعمل الدومينو وانا بشوف حاجات تبسطني جدا. يعني ابسط مثال حرفيا كان في حد الدومينو بتاعته ما بتطلعش من العربية، بياخدها معاه في كل مكان وبيلعب بيها مع صحابه وعيلته في كل مكان. وده غير كمان يا جماعة كل مرة حد بيبعت لي انه لعب بالدومينو او يقول لي انه كسب اخوه او صحابه بيها، ببقى مبسوطة جدا، لان ده بيحسسني ان الحاجة اللي انا عملتها بايدي بقت جزء من حاجة حلوة عند كل حد. ومن اكتر الحاجات اللي بحبها كمان في الدومينو بتاعتي ان كل واحد بيخليها بطريقته الخاصة بتميزه بيها. يعني بيختار اللون اللي بيحبه، بيكتب اسمه عليها، حرفيا بتبقى الدومينو بتاعته هو بس. ففي الاخر الدومينو دي ممكن تبقى للزينة وممكن تبقى لعبة تتلعب كل يوم. وانتوا بقى قولوا لي لو انتوا كان عندكم دومينو زي دي هتلعبوا بيها ولا هتخلوها للزينة بس؟ ويلا بينا نقول فزورة النهارده. وبفكركم ان احنا فوزنا 4 اشخاص وفاضل 2، وكل اللي عليكم تعملوا الشروط دي. وفزورة النهارده بتقول: في حاجة غلط في بوكس الدومينو ده، يا ترى ايه هي؟